أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مجددا مع نشرة الأحوال الجوية. تتأثر أرجاء من منطقة شبه الجزيرة العربية خلال 24 ساعة القادمة بتحرك سلسلة من الأمطار، خاصة بعض المناطق الشمالية الغربية الشمالية، ووصولا إلى المناطق الشمالية من الخليج. هذه الفرص أو هذه السلسلة من الأمطار قد تكون غزيرة في بعض الفترات. سلسلة أخرى من الأمطار تطال المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من منطقة شبه الجزيرة العربية، بينما تشهد بقية أرجاء منطقة الخليج استمرار هبوب رياح شمالية غربية خلال هذا اليوم وال24 ساعة القادمة. درجات الحرارة خلال هذه الفترة معتدلة وفي العشرينات في معظم المناطق، عدا المناطق الغربية التي تشهد درجات حرارة في أوائل الثلاثينات. درجات الحرارة تنخفض خلال الليل والفجر إلى ما دون العشرينات. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة: مسقط تشهد يوما مشمسا، درجات الحرارة في منتصف العشرينات. منتصف العشرينات في دبي مع طقس مشمس، بينما يكون طقس غائما جزئيا في الدوحة، ودرجات حرارة في منتصف العشرينات. أواخر العشرينات في الكويت مع طقس غائم. أواخر العشرينات في الرياض مع طقس مشمس. درجات الحرارة في أوائل الثلاثينيات في المدينة المنورة. منتصف الثلاثينات مكة المكرمة مع طقس مشمس، في حين من المتوقع أن تشهد اليمن يوما مشمسا في صنعاء، غائما في عدن، ودرجات حرارة في أواخر العشرينيات. منطقة بلاد الشام التي تشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية: بيروت تشهد يوما غائما جزئيا ودرجات حرارة في أوائل العشرينات. منتصف العشرينات في عمان، أوائل العشرينات في القدس الشريف مع طقس ماطر. دمشق تشهد يوما غائما ودرجات حرارة في منتصف العشرينات، في حين من المتوقع أن تشهد العراق يوما غائما في بغداد ودرجات حرارة في منتصف العشرينات. أواخر العشرينات في البصرة مع طقس غائم جزئيا. أعزائي المشاهدين، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.